بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو اكواد الاعطال. اي عطل بيحصل عندك في العربيه، اول خطوه بتعملها ايا كان بقى عطل ميكانيكا، كهرباء، بيتكلم عن اداء، بيتكلم عن عداد اشارات، بيتكلم ايا كان الكونسيرن بتاعت العميل. انت اول حاجه بتعملها لازم تستخدم السكان تولز عشان تشوف ايه اللي موجود عندك. فبتستخدم السكان تولز بيبدأ يظهر لك اعطال. الاعطال دي عبارة عن كود. كل ما تفهم الكود اكتر، كل ما انت هيبقى اسهل بالنسبة لك انك تشخص العطل في اسرع وقت بدقة عالية، وتبقى ضامن ان التشخيص بتاعك صح بإذن الله. طيب تعالى نتكلم على الشكل التقليدي للاكواد اللي احنا كلنا شغالين عليها. اي كود بيبقى عبارة عن 5 ارقام وحروف. انا مش فارق معايا الكود ده ايه، لان اول 5 ارقام وحروف هتلاقي مكتوب جنبه ده وصفه ايه على الجهاز. يعني قال لك مثلا بي 0420، خلاص دي علبة بيئة. قال لك بي 0300، ده في عندي مس فاير. قال لك مثلا بي 0 انجكتور تقريبا بتبدأ من 201، فده عندي انجكتور اللي هو رشاش او بخاخ فيه مشكلة. بس انا عشان اتعمق واحل مشاكل اكبر لازم ابقى عارف تفاصيل اكتر وابقى فاهم الكود اكتر. فعشان كده كل شركات الأجهزة، يعني كل شركات الوكلاء بيحاولوا يطوروا في التشخيص بتاع في أجهزة التشخيص، وإن الكنترولات تقدر تشخص بشكل أسرع وشكل ذكي، عشان تضمن إن الأعطال بتبقى أقل ويتم إصلاحها في أسرع وقت ممكن. فعشان كده طوروا وخلوا الأكواد دي بدل 5 حروف وأرقام بقت 7 كمرحلة أولى، وفي سيارات بتستخدمها كأنها 9 عشان يزود دقة التشخيص، عشان يحل المشاكل بشكل أسرع. طيب ده ليه؟ تعال نبص معانا. لو انا جيت قلت لك ان عندي كود مثلا بي 0116، ده بيتكلم على حساس حرارة. هاجي بعديه واقول لك انا هحط لك هنا رقم او حرف، واحط لك هنا رقم او حرف. طب دول الخانتين اللي انا زودتهم اسمهم ايه؟ اسمهم اف تي. طب ايه اف دي تي دي؟ اسمها اللي هي اختصار فيلير. طيب اللي هو نوع العطل ايه؟ طيب ده ازاي؟ هنا هوريها لك بشكل اوضح. احنا بنتكلم كده على الاف تي. لو جينا هنا بنتكلم على الاف تي دي وقلنا الكود بي 0116، لو جيت حطيت لك بعدها رقم 14 او 15 او 16 او 17، هتقول لي يعني ايه دول؟ هتلاقي هو الديسكريبشن كاتب لك حساس الحرارة، بس تفرق كتير جدا. لما يجي يقول لك 14 معناها ان السلكة بتاعت حساس ده ملمسة مع ارضي او ايه، او اشارة مفتوحة حسب التصميم بتاعها، يعني في قطع في السلكة. لو قال لك 15 اعرف ان السلكة بتاعت السيجنال، وهنا بيتكلم على سلكة السيجنال، ملمسة مع كهرباء 12 فولت، او في قطع حسب الديزاين حسب اللوكيشن اللي هو بيقيس عليه. ده اتكلمنا عليه في فيديو تاني. طيب لو قال لك 16 هيقول لك ان قيمة الحساس ده اللي هي الاشارة اللي جايه له قيمتها اقل من الطبيعي. طب اقل من الطبيعي ليه؟ اقل من الطبيعي وارد انا كده عرفت ان انا لما اجي هشخص هقيس مقاومة الحساس ده واقيس السلك. لا اما الحساس مقاومته فيها مشكلة، لا اما السلك ده فيه قطع بيخلي الاشارة مش واصلة كاملة، لكن مش ملمس مع سلكة تانية. يعني شفت كده فرق كلمة 15 وصلت لي لايه، او 14 او 16 او 17. طب لو قال لي 17، 17 دي معناها ان قراية الحساس ده اكبر من اللازم، بس مش ملمسة مع سلكة تاني، مش ملمسة مع كهرباء.
فانا هدور على الاسباب اللي تخلي الفولت ده يبقى اكبر من اللازم، ومش هدور في حساب افك الضفيره كلها عشان ادور السلكه ملمسه ولا لا. طيب لو قال لي 29، معناها ان الحساس ده اشاره غير منطقيه، بمعنى اداني اشاره في وقت ان المحرك مثلا بيبدأ، انت بتعمل ستارت لسه العربية بتشتغل، وهو لقى درجة الحرارة 100، في حساس بتاع الهواء قال ان الجو بره مثلا درجة الحرارة 7. ده مش منطقي، انت لسه مدور المحرك، فيبدأ يسجل لك ان الاشارة دي مش منطقية. او عنده حساس تاني بيقارن بيه، فلقى مثلا ان حساس درجة حرارة الزيت درجة حرارته 40 ودرجة حرارة المية 100. ده مش طبيعي، في واحد منهم بايظ، فهيسجل معاك الكود، فهيقول لك اشاره غير منطقيه. فانت هتبدا تدور السبب اللي يخلي الاشاره غير منطقيه. يبقى انت كل حسبانك في الايه، في الاشاره الغير منطقيه دي بس. فهو ده اختصار الرقمين او الحرفين او الرقم وحرف الموجود بعد الكود. ده مهم جدا وانا بشخص. طب هقولها لك في حل تاني. افرض انا عندي ملف سولونويد ده هركبه في فتيس، اركبه في ريليه، هركبه ان هو رشاش، كل ده سولونويد في الاخر. حاجه بتاخد مجال مغناطيسي تفتح تمرر، لا اما هواء او ايا كان بقى نوع الغاء، يعني في الاخر حاجه غازيه، بخار ايا كان بقى هيعدي ايه، لا اما هيعدي سايل، يعدي ميه، يعدي بنزين، يعدي جاز، يعدي زيت. هو ده السولونويد. فلما اجي لك على السولونويد واكتب الاف تي اللي هي بعد الخمس حروف الارقام، الخمس حروف الطبيعيين اللي هم هيبقوا خانتين، وقلت لك الاس تي دي مع رقم 72، معناها ان السولونويد ده علق ستك. بس ستك ايه؟ اوبن. فمعنى كده انت تشوف الدايره بتاعته التشغيل ممكن ياثر معاك. بمعنى بارش فالف مثلا، بخار البنزين سجل معاك 72، والعميل بيشتكي من استهلاك بنزين زياده. طب ما هو الكود مديلك ان العيب الضفيره سليمه والكنترول سليم، بس السولونويد ده علق فاتح. طيب لو قال لك 73، ده معناها ان هو علق قافل. طيب لو قال لك 74، معناها ان ده بياخد وقت طويل جدا عشان يستجيب. وارد تكون في عندك الفيشه مملحه، وارد يكون عندك الجزء ده من جوه باص، زي مثلا موجود عندك كتاوت من جوه بايظ، فهو هيسجل معاك ان استجابه الكتاوت ده لو الكنترول بيراقبه. وشكرا.